والله بالصدفة عرضني فيديو تاع واحد زملكاوية يحكي على التراجي، يحكي بالعيب. من ضمن اللي قالوا التراجي كما يقولوا هما بالمصري مهزأ إفريقيا. كيفاش خسر البارح مع الأهلي؟ صحيح خسرنا، عادي، الكرة مكسب وخسارة كما يقولوا، أما على الأقل نحن في أسوأ حالاتنا ما انسحبناش ولعبنا. صحيح عندنا مدرب فاشل، مدرب سمسار، جوارات ماهيش في مستوى الترجي الرياضي التونسي، انتدابات فاشلة، العيوب الكل نعرفوها. اما نحنا سامحني ما انسحبناش كيما عملتوا انتم، انسحبتوا من السوبر الافريقي ضد الاهلي، خوف من الاهلي، اوكي، وتسببتوا كومو كوا ازمات ماليه وكالريق البارد اللي تعملوا فيه هذاك. اما انت توصل تتطاول على اسيادك كما نقولوا، عيب، عيب على الاخر، عيب على الاخر، عيب عيب عيب. ونعاودها، الكوره فيها مكسب وخساره، مكسب وخساره. اللي انت تتمقعر على الترجي وتقول الترجي كيفاش غول افريقيا وكل الحكايات هذوكم، وفي الاخر تختمها وتقول الترجي مهزأ افريقيا، مهزأ افريقيا. لاباس لاباس باش سمعت تهز في القفة للأهلي ولا شنو حكايتك؟ نعاودها لك، نحن راهو ما انسحبناش، مش كيفكم انتم انسحبتوا من كاس السوبر. من كاس السوبر خايفين من الفضيحة لا تربحكم الأهلي في الإمارات في كاس السوبر. أما عيب يا أسامة فارس ولا شو اسمك، عيب اللي تحكي فيه. والتراجي راي صحيح الأسد يمرض وما يموتش، والغول يمرض وما يموتش، ولنا عودة راهو في القريب العاجل. ما تفرحش برشا كان مشيت تلهيت في همك وتلهيتوا في الزمالك وتلهيتوا فاش ينقصكم وفاش يزيدكم، خير مني لاهين بينا نحنا. والله نقعد ونتفكر، والله يطلع كلام سليم شيبوب صحيح كي قال وجعلنا من هزيمة التراجي حدثا وطنيا، العالم يحكي عليه من تونس للافريق ونحن ماشيين. يا خويا تقعد الترجي دولة، والترجي غول افريقيا رغم الداء والاعداء. ونعاود نذكرك يا اسامة فارس، نحن رانا ما هربناش وما انسحبناش كما عملتوا نتوما، هربتوا وانسحبتوا من السوبر الافريقي، اوكي. والترجي دولة يا اسامة فارس يلي انت مهزأ افريقيا، اوكي. والسلام عليكم.